والله كبر الصبي وصار بمرحلة المراهقة. ديري بالك، كل الأولاد بهالفترة بينتزعوا وبيصيروا قليلين أدب. لا تتركيه لحاله أبداً، شوفي كل دفاتره وكتبه وافتحي خزانته، شوفي شو عم يخبي. دقيقة يا جماعة، مين زرع براسنا فكرة إنه تصرفات أولادنا بهالعمر قلة أدب وتحدي إلنا؟ المراهقة بحسب علم النفس التطوري هي مرحلة إعادة ترتيب داخلية، الدماغ عم يشتغل أسرع ومراكز المشاعر نشطة أكثر. بهالمرحلة الولد عم يجرب إحساس الاستقلال، عم يختبر رأيه وعم يدور على مكانه بالعالم. لما البيت بيتعامل مع هالحركة كأنها تمرد، العلاقة بتتغير، المراهق بصير حذر من أهله وبعيد عنهم. بطرق تربيتنا لازم نروح باتجاه إنه نخلي المراهق ابني وابنك يصير قادر يحكي عن غلطه، ونحن نوجه عشان يتجاوزه. لأنه في طريق ثاني إذا سلكناه رح نساهم بتربية مراهق محترف إخفاء، وهالشي رح يخليه يراكم الأخطاء بدون علمنا. المحاكمات اليومية، التعليقات السريعة بتعمل فراغ بالعلاقة، وهالفراغ بيتعبى بالخوف وبالقرارات السرية. الأهل بهالمرحلة أمام دور جديد، دور المرافق الموجود المتفهم واللي بيسمع قبل ما يعلق. جربوا تفهموا أولادكم قبل ما تفسروا، وتسألوهم قبل ما تحكموا. خلوا البيت دائما مكان بيرجعوا له ومكان بيهربوا منه.